بشير طلع يقول ردوا لي، يكلم مصر يقول لهم ردوا لي حلايب وشلاتين. مثل ما رديتوا للسعوديه ردوا لي حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين مصريه، يردهم لك ليش؟ انت بكبرك اصلا كنت تابع حق مصر. السودان مو الملك فاروق كان ملك مصر والسودان؟ نعم. خرائط كانت واضحه ان ملك مصر والسودان، وحطيت لهم الخريطه وقلت له مثل ما تجرأ وقال ردوا لي، انا اقول حق الرئيس السيسي رد نفس الشيء. انت تطالب كذي، احنا نطالب كذي، هي مطالبات واحده. امس مجلس النواب المصري اعلن ضم حلايب وشلاتين الى محافظه اسوان، وهذا المنطق الطبيعي لان هي اراضي مصريه باي حال من الاحوال، وبدت فيها اعمال تنميه موجوده تحت اداره الحكومه المصريه، وهي بكبرها السودان كانت تحت اداره الحكومه المصريه. قلت رايي انا، مو عاجبك رايي قول رايك غلط، لا احنا هذه اراضينا واحنا ما كنا، قول رايك. السب وقله الادب والكلام الوسخ ليش؟ ترى اللي يسب ويقول كلام قذر وكلام وسخ هذا يعبر عن بيئته، عن محيطه. اذا انت محيطك كذي قذر شو تطالب حقوقك؟ شو يتعاطف معاك احد في حقك؟ الاشاعات اللي قاعد نشوفها اللي هم طالعين يعني من الفيسبوك اللي في السودانيين اللي كاتبين تم قتلك وغيره. هو تم قتلي هاي مو شيء جديد، يعني ما هي كلمه جديده انقالت. قلت لك انا من فتحت سكوب للحين مليون مره تهديد وقتل، وتعرضت لمحاولتين اغتيال وغيره. من فتحت لليوم وانا على هالحاله، وصورتي مذبوحه هاي مليون مره طلعت، مو هالشكل بشكل نعم ثاني. شكل ثاني. بس هذا يوحي لك ان جهه واحده هي اللي تخطط، لان تكرار الحدث معناته جهه واحده. منو الجهه الوحيده اللي كارهتني ومو طايقتني؟ معروفين الحلوين، عيال حسن البنا كلهم هذول الحلوين اللي مو طايقين. تقصدين الاخوان يعني؟ طبعا الاخوان. فبالتالي منطق طبيعي، يعني هم كارهيني، طبيعي يتمنون ويحلمون. ولكن ارجع الكلام اللي قلته في بدايه اللقاء، ياتيكم موت ولو كنتم في بروج مشيده. الموت اذا بيجي له تايم وله وقت معين ومحدد، رب صحيح. العالمين اقره نعم. قررتوا انتم لن تستطيعوا. القرار بيد رب العالمين، ومن يوم اللي انولدت معروف اليوم اللي راح اموت فيه والشكل اللي راح اموت فيه شكل. ما راح تغيرون شيء، انا ما اخاف الا الله سبحانه وتعالى. وارجع مره ثانيه للاخوان السودانيين اعيد، انا قلت رايي ما عجبك قول رايك، مو مشكله. يعني احنا في مجتمع في حريه راي، حريه منطق. قول رايك، تسب وتلعن ليش؟ ما راح تكسب تعاطف في سبك ولعنك. الكلام القذر اللي تقوله ما راح. في 2 سودانيين مقيمين بالكويت سبوني، رفعت عليهم قضيه. هو كاتب ساكن في الجابريه، كلمت محامي قلت له ارفع عليه قضيه، لان تبي قول رايك، ما عندي مشكله. انت هات رايك نعم. وانا اقول رايي، وقول لي انت غلطانه، لا الراي كذي. وليش ثقافه السب؟ نعم مو زين، هذا اكيد رايك اصلا لا ينسمع. اذا انت عندك ثقافه السب، انا وجهه نظري خاصه فهد، ان اللي يسب واللي يقول كلام وسخ هذا بيئته كذي، هو تعود في بيتهم يسمع هالحوارات. يعني هم امه وابوه قليلين ادب وبيئه منحطه وواطيه، عشان كذي هو يسب. لكن الانسان اللي متربي ببيئه محترمه ما يسمع هالسب. لذلك كل اللي سبوني بيئاتهم واطيه يعني.